السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا أصدقائي؟ بحب أرحب بكل أصدقائي من طلبة وطالبات الصف الرابع ابتدائي، برايمري جريد 4، وكمان بحب أرحب بأصدقائنا وأعزائنا من الأمهات والآباء الموجودين معانا. الفيديو ده يا أصدقائي خاص بالإكسرسايز على ليسون 8 اللي هو كان بيتكلم على الراوندنج رولز. أتمنى إن أنتوا تستفيدوا من الأفكار والتريكات اللي موجودة في المسائل، وتكون مفيدة ليكم في الامتحانات اللي جاية. وقبل ما نروح الاكسرسايز احب افكر كل اصدقائي اللي لسه ما اشتركوش في القناه، يا ريت نشترك دلوقتي في القناه وندوس على اللايك وزر الجرس عشان يجيلكوا كل الدروس والفيديوهات اللي احنا بننزلها بشكل مستمر. عشان ما نضيعش وقت يلا ندخل بسرعه على الاكسرسايز. تعالوا يا اصدقائي نشوف الجزء الاول من الاكسرسايز. الجزء دوت بيقول لك ايه الراجل؟ round the following numbers. أول واحدة to the nearest 10. طيب في عندي هنا في A وفي B. A عبارة عن 463. طيب احنا قلنا لما يكون قال لك to the nearest 10 بعمل ايه؟ ادي البليس فاليو بتاع 10 في ايه؟ بليس فاليو في 6 وجنبيه الرقم اللي على يمينه ايه؟ في 3. طب هل 3 ريتش نمبر؟ لا ماشي ريتش نمبر، يبقى 6 تظل زي ما هي، يبقى الرقم ده 4 7 460. ماشي يبقى 460. طب نروح لرقم بي، يبقى كده ايه خلاص نروح لرقم بي عبارة عن 836. ادي البليس فاليو بتاعت التن فيها ايه؟ فيها 3. ايه الرقم اللي على يمينها 6؟ هل ال 6 ده ريتش نمبر؟ ريتش نمبر، يبقى ناخد منه 1 ونحط على 3 هتبقى 4، هتبقى 840 لان 3 دي بقت 4، هتبقى 8 4 0. يبقى كده خلصنا من رقم بي. نيجي بقى هنا التانية اللي هي ايه؟ اللي هي قال لك to the nearest ايه 100. دي to the nearest 100. البليس فاليو بتاع ال 100 في هنا ايه؟ في 5. هل ال 5 دوت اللي جنبها ايه؟ جنبها 6. هل ال 6 ده ريتش نمبر؟ ريتش نمبر، اذا ال 5 دي هتحول ايه؟ تحول ل 6. تمام؟ يبقى 3 6 3 1000 6 0 0. ماشي. طب كده رقم ايه خلصت. خش على رقم بي 8349. البليس فاليو بتاع ال 100 في ايه؟ في 3 اللي جنبها رقم 4. هل 4 ده ريتش نمبر؟ لا ما هوش ريتش نمبر، وبالتالي 3 تظل زي ما هي، هتبقى 8 3 0 0 3 0 0. ماشي يبقى 8300. طب نخش بعد كده على التالتة اللي هي ايه؟ اللي هي to the nearest ايه 1000 ديت. ماشي 15430. طب احنا بنتكلم على 1000، نحط ايه اللي موجود في البليس فاليو بتاع 1000؟ في الفايف. الرقم اللي بعدها الفور. هل الفور ريتش نمبر؟ لا ما هوش ريتش نمبر، تبقى تظل زي ما هي الفايف ما تزيدش، تبقى دي 1 5 0 0 0. طيب ماشي يبقى كده خلصنا ايه. نخش على بي. بي بيقول لك ايه 13742. ادي ال 3 اللي هي البليس فاليو بتاع ال 1000 في ايه؟ في 3. طب الرقم اللي عليه من هل ده ريتش نمبر؟ ده 7 ريتش نمبر، اذا ال 3 دي تبقى 4، تبقى 1 4 0 0 0. ماشي نخش على اللي بعدها to the first to the nearest 10000. الايه بتاعها بتقول ايه؟ دي الايه 23.6.
فين اللي موجودة في 10000؟ اللي موجود في 10000 هي 2. البليس فاليو بتاع 2. هل الرقم اللي على يمينها 3 ريتش نمبر؟ لا، ما هوش ريتش نمبر، وبالتالي تبقى 20000. 20000 0 0 0. طب نخش على رقم بي 56,000.74 742. فين ال 10000 هنا؟ 10000 هنا عبارة عن ايه؟ الفايف. طب الرقم اللي عاملها اللي هو 6، هل ال 6 ده ريش نمبر؟ ريش نمبر، تبقى في هذه الحالة 60,000. 60,000 0 0 0. ماشي؟ كده دي خلاص. نخش على اللي بعدها اللي هي to the nearest 100,000 اللي هي دي. to the nearest ايه 100,000 اللي هي دي. ماشي؟ أنا to the nearest 100,000. فين البليس فاليو بتاع ال 100,000؟ هي 6. هل الرقم اللي بعدها 3 دوت ريش نمبر؟ لا، ما هو ريش نمبر، وبالتالي 6 تنزل زي ما هي، يبقى 600,000. هتبقى 600,000 0 0. طب رقم كده، رقم ايه خلصت. طب رقم بي اخبارها ايه؟ 754,330. طيب دي هل ايه اللي موجود في البليس فاليو بتاع ال 100,000 اللي هي 7؟ طيب اللي بعد ال 7 ده ريش نمبر؟ ريش نمبر. ال 7 دي تتحول ايه؟ تبقى 80,000. تبقى ايه؟ 80,000 0 0 0. يبقى كده دي خلاص، البي خلاص. طب اللي بعدها to the nearest million ديت. to the nearest ايه؟ مليون. طيب هنا ايه 3 مليون وجنبها شوية حاجات كده. ماشي. طب 3 مليون فين البليس فاليو بتاع المليون؟ في ايه؟ في 3. طب الرقم اللي بعدها 7، هل ده ريش نمبر؟ ريش نمبر. يتحول لايه؟ يتحول ل 4 مليون. يتحول ل 4 مليون 0 0 0 0 0 0. طب الرقم كده الايه خلصت. اللي بعدها البي 5 مليون كوما 230 كوما 450. اللي موجود في خانة المليون أو في البليس فاليو بتاع المليون ده 5. هل الرقم اللي بعدها ريتش نمبر؟ لا، ما هوش ريتش نمبر، يبقى 5 مليون تظل زي ما هي. تظل ايه زي ما هي 5 مليون 0 0 0 0 0 0. ماشي. يبقى كده دي خلصت. نخش على ايه 10 نيرست 10 مليون اللي هي دي يا جماعة. دي نيرست ايه 10 مليون. ماشي. طيب رقم ايه بتاعتها عبارة عن ايه 126 مليون. طب فين اللي تخيل 10 مليون؟ اللي هي 2. صح ولا مش صح؟ 2 دي هل الرقم اللي على يمينها ريتش نمبر؟ ريتش نمبر، تبقى 2 دي هتبقى 3. تبقى 1 3 لحظة واحدة. هتبقى 1 3 0 0 0 0 كوما 0 0 0. طب اللي بعدها ب 534 مليون 540,320 اللي هي دي، اللي هي البي دي. طب فين اللي في خانة 10,000 اللي هو 3؟ 3 دي الرقم اللي بعدها ريش نمبر؟ لا، مش ريش نمبر، وبالتالي 3 دي تظل زي ما هي، هتبقى 5 3 0 0 0 0 كوما 0 0 0. ماشي. يبقى كده 530 مليون. ماشي. طب اللي بعدها اللي هي المليار 1.342 أو 1 مليار 7342 ديت 1,342,543,650. المليار ده خلينا فيها المليار. الرقم اللي بعدها
3 دي هل ريتش نمبر؟ لا بس ما هيش ريتش نمبر، وبالتالي ال1 تظل زي ما هي، تبقى دي 1 مليار، 1 مليار 0 0 0 كوما 0 0 0 كوما 0 0 0. تمام كده؟ طب اللي هي رقم بي، خلصنا ايه رقم بي بقى؟ 3 مليار كوما 543. طب البليس فاليو بتاعت المليار في ايه؟ فيها 3. هذا الرقم اللي بعدها اللي على يمينها ريش نمبر، ريش نمبر، يبقى ال 3 دي تتحول ل 4، يبقى دي بقت 4 مليار كده، 4 مليار 0 0 0 كوما 0 0 0 كوما 0 0 0. ماشي؟ وضحت كده يا شباب؟ يعني الموضوع بسيط وماشي سيستماتيك زي ما بيقولوا. انت بتشوف الالف تنس او الهندرز، بتروح عند البليس فاليو بتاع التنس او الهندرد او الثاوزند، وتشوف الرقم اللي على يمينها. لو الرقم اللي على يمينها ده ريتش نمبر يبقى بيزود الرقم الاساسي باي 1، لو هو مش ريتش نمبر بينزل الرقم الاساسي زي ما هو، ويتحط بعد كده كله اصفار او كله زيروز. اتصور انها واضحه دلوقتي متهيألي بشكل عام افضل. ماشي كده يا شباب؟ تمام تمام ان شاء الله. تعالوا يا اصدقائي نشوف الجزء الثاني من اكسرسايز ليسون 8. بيقول لك ايه؟ round the following numbers by using the midpoint strategy. Record the midpoint of the number line and the place of each number. Then round the nearest to the nearest. Then round to the nearest thousand. يعني ببساطة بيقول لك والله اكتب انت الارقام هنا اللي هو الرقمين اللي هنا والرقم اللي في النص، ووقع بعد كده ايه الرقم ده على خط الاعداد. ماشي؟ طيب رقم ايه؟ عندنا هنا 7495. اول ما اقول 7000 يبقى الموضوع يبقى ايه؟ 7 وحاجه، يبقى الموضوع هيتحرك ما بين ال 7000 وال 8000. فاجي اقدر كده احط على خط الاعداد هنا السمول ديت هتبقى 7000، وهنا هتبقى ايه 8000 اللي فوقيها ديت، وهنا اللي في النص تبقى 7500. هنا تبقى 7500. تمام كده؟ تمام. تعالوا بقى نوقع اللي هي الرقم ده او النمبر ده. ماشي؟ الرقم ده اقل من 7500 صح؟ يبقى في مكان ما هنا في الحته دي تقريبا صح؟ هتبقى هنا 74995. طيب نسأل نفسنا سؤال، هل هي قبل الميد بوينت ولا بعد الميد بوينت؟ هي قبل الميد بوينت. طالما قبل الميد بوينت يبقى خلاص هترجع للرقم اللي هو اللي تحت دوت، يبقى تخش على الرقم اللي تحت. يبقى ده لما نيجي نقربها هتبقى ايه؟ هتبقى 7000. دي هتبقى بعد التقريب ايه؟ هتبقى 7000. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب تعال نشوف رقم بي. خلاص كده خلصنا ايه؟ تعالى بقى نشوف رقم بي ديت. رقم بي مديك ايه؟ رقم النمبر 16730. 16000 يبقى هيتحرك ما بين 16 و 17. يبقى احط هنا اصغر حاجه تبقى 16 ديت، تحت خالص تبقى 16000. 16000 وهنا هتبقى 17 اللي فوق 17 0 0 0 وهنا في النص هتبقى ايه 16500. 16500 مظبوط كده؟ مظبوط. طب تعالوا بقى نوقع الرقم ده بقى، النمبر ده بقى اللي هو مدولي تقريبا هو عبارة عن 16706. هتبقى في مكان هنا في المنطقة دي تقريبا صح كده؟ في المنطقة دي هتبقى في الحتة دي تقريبا 16730. طيب السؤال هو الرقم دوت قبل الميد بوينت ولا بعد الميد بوينت؟ هو بعد الميد بوينت. اذا لما نحب نقربه لفوق. تمام كده؟ يبقى في الحاله دي هيتقرب ايه؟ هيتقرب ل 17000.
يبقى في الحالة دي الرقم ده لما نقربه يبقى ايه؟ هيبقى 17,000 0 0 0. يبقى ده اللي هيتقرب ليه، وده اتقرب ايه زي ما قلنا من شوية ايه ل 7,000. تمام كده يا شباب؟ وضحت كده الفكرة؟ طالما ان هو الرقم لما وقعته قبل الميد بوينت فياخد الرقم الأصغر، زي في الحالة بتاعتنا دي كانت هنا 7,000، كان هنا 7,400 وشوية حاجات، كان قبل الايه الميد بوينت اللي هي 7,500، فطالما قبلها اوتوماتيك ياخد الايه الرقم اللي هو الرقم اللي تحت اللي هو 7,000. هنا في الحالة دي لما حطينا ال 16,000 و 17,000 و 16,500 وجينا وقعنا الرقم بتاعنا النمبر بتاعنا الان هو ايه فوق الميد بوينت، فطالما فوق الميد بوينت يبقى اوتوماتيك ياخد الايه القيمه الاعلى اللي هي 17,000. تمام كده يا شباب؟ تصور الدنيا سهله وبسيطه. لما الاقي هنا 7,000 يبقى الموضوع بيتحرك ما بين 7,000 و 8,000، ولما الاقي هنا 16,000 يبقى الموضوع بيتحرك ما بين 16,000 و 17,000. ليه؟ لان هو بيقول لك تو ذا نيرست 1000، اوتوماتيك طالما اتكلم على نيرست 1000 هتبقى هنا 16 وهنا 17 وهنا 7 وهنا 8. ماشي؟ وضحت كده الفكره يا شباب؟ تمام كده؟ لو حد جاله اي حاجه اتصور انه يقدر يعملها. ماشي؟ تعالوا نشوف الجزء اللي جاي من الاكسرسايز. دي يا اصدقائي الجزء الثالث من الاكسرسايز، وهنا بقى نبدا شويه في الحاجات اللي هي فيها تريكات وفيها يعني لمحات ذكاء شويه، بحيث لازم الواحد يركز فيها عشان يعرف يديرها. بيقول لك ايه write 5 numbers if rounded to the nearest 1000 the result is 413,000. يعني يقول لك اكتب خمس ارقام 5 numbers لو تم عمل راوندنج ليهم لنيرست 1000 هيدوا ايه؟ هيدوا الرقم اللي هو مديهولك ده. طيب نفكر كده، هو لما ايه الارقام اللي ممكن لما تعمل لها راوند تديني الرقم اللي هو ال 413,000 ده؟ تعال نبص كده. طيب نكتب الرقم كده 4 1 3 0 0 0. طيب وانا لما باجي اعمل راوندنج مش ببص على الرقم اللي هو ده اللي هو الرقم اللي قبلها؟ مش لما انا باجي اعمل راوندنج بيبقى ده ال1000 بيبقى ده خانة ال1000 وابص على الرقم اللي على اليمين دوت؟ طب الرقم اللي على اليمين دوت ده هو على سبيل المثال حاجة زي كده مثلا 1 2 3 4، مش ده يبقى الرقم المطلوب؟ يعني بدل حاجة زي كده اقول مثلا 4 1 3 4 1 3 وبعد كده 1 0 0. مش ده لما اجي اعمل راوندنج هيديني الرقم دوت 4 1 3. طبعا ال1 ده از نوت ريتش نمبر هيتحول كله 0 0 0 0 صح؟ طب لو عملت حاجة زي كده 4 1 3 2 0 0 لما اجي اعمل راوندنج تو ذا نيرست 1000 مش هيديني برضه نفس الرقم 4 1 3 0 0 0. طب لو انا عملت نفس القصة وحطيت 1 2 وحطيت 3 4 بعد كده 4 1 3 بعد كده 3 0 0 و4 1 3 4 0 0. مش الرقمين دول هيدوني نفس اللي احنا قلنا عليه؟ هيبقى 4 1 3 0 0 0 وده برضه هيبقى 4 1 3 0 0 0 صح؟ يبقى الفور نمبر الاربع ارقام دول هيدونا المطلوب تفاعل. عايزين واحد خامس نجيبه منين ده؟ قال لك طب ما دي سهله، هتقول 4 لحظه واحده نمسح الحاجات دي بس شويه عشان نوسع. وانا كتبت هنا 4
1 2 9 0 0. ولو حبيت اقرب الرقم ده to the nearest 1000 مش هيبقى في الاخر، ده هيبقى 413. واحد يقول لي 4 لان دي يعتبر ريتش نمبر. الريتش نمبر ده يعمل ايه؟ هيدي 1 على 2 هتبقى 3 صح؟ هتبقى 4 1 3 0 0 0. يبقى ده رقم 1 وده رقم 2 نمبر رقم 2 وده نمبر رقم 3 وده النمبر رقم 4 وده النمبر رقم 5. يبقى انا كده جبت الفايف نمبر اللي هو ايه؟ اللي هو عايز دول اللي هم الفايف نمبرز اللي احنا لو تم تقريبهم to the nearest 1000 ايه؟ هيديك الرقم ده اللي هو 413,000 صح؟ تمام كده. يبقى انا كده ببساطة استخدمت ايه؟ استخدمت طريقة اللي هو الرقم اللي على اليمين. الرقم اللي على اليمين دوت اللي هو 1 او 2 او 3 او 4 مش هيأثر، وبالتالي هيطلع التقريب اللي هو 413000 صح؟ لان دول كلهم ايه؟ دول كلهم ما هماش ريتش نمبر. وجيت حطيت ريتش نمبر بس خدت في اعتبار ان انا ايه؟ احط دي بدل ما احطها 413 حطيتها 412 عشان الريتش نمبر ده بعد ما اقرب هيعمل ايه؟ هيزود 1 على 2 ده فتبقى 3. فلما اجي اقرب الرقم دوت هيحصل ايه؟ ال 9 دي تعتبر ريتش نمبر فتدي هنا تزود 1 على 2 فتبقى 3 فتبقى دي 413. تمام كده؟ يبقى انا كده جبت الفايف نمبرز الراجل عايزها. يبقى انا كده جبت الفايف نمبرز لو تم تقريبها هتديني ايه؟ هتديني الرقم اللي هو اللي هو بيحكي عليه ده. ماشي؟ ماشي كده يا شباب؟ تمام كده؟ وضحت الفكرة؟ تمام. ده يا اصدقائي الجزء الرابع من اكسرسايز. بيقول لك الراجل choose the correct answer. What is the largest number? What is the largest number that can be rounded to 2600 when rounded to the nearest 100؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايز الرقم الاكبر من دول، اكبر رقم اللي هو ممكن لما نيجي نعمل راوندنج to the nearest 100 يدينا الايه؟ يدينا الرقم ده اللي هو 2600. طب تعالوا كده كل واحد نعمل له راوندنج to the nearest 100. ماشي؟ نطبق القاعدة بتاعتنا ال 100 ادي البيس فاليو بتاع ال 100. شوف الرقم اللي على يمينها هل هو ريتش نمبر؟ ريتش نمبر. يبقى دي ايه؟ هتبقى 2600 يبقى دي مظبوطة. ماشي. طب الرقم اللي بعدها اللي هو خلصنا الايه كده رقم بي. لما اجي اعمل راوندنج لل 100 هتبقى 2. طبعا دي يعتبر ريتش هتبقى 2700. ماشي. اللي بعدها سي لما نيجي نعمل راوندنج تبقى دي. طبعا الرقم اللي بعدها ده is not rich number ده 4 هتبقى 6 زي ما هي هتبقى 2600. طب الرقم اللي بعدها اللي هو دي طبعا لما نيجي نعمل راوندنج واضح كده انها تبقى ايه 2600 لان الرقم دوت اللي احنا قلنا عليه ده ريتش نمبر اللي هو 9. ماشي يا شباب. في الحالة دي ودي دول كلهم ايه؟ لما نيجي نعمل راوندنج هيدونا 2600. طب هو عايزهم كلهم؟ لا، ده عايز اكبر واحد فيهم. يبقى هنقارن ما بين ده الرقم ده وهنقارن ما بين الرقم ده وهنقارن ما بين الرقم ده ونطلع الايه؟ الرقم الاكبر. انهي رقم اكبر؟ 2550 ولا 2649 ولا 2599؟ واضح ان الرقم الاكبر اللي هو ده الرقم الاكبر اللي هو 2649. وهو ده الرقم اللي هو عايزه. ده يعتبر the largest number. اللي باقيين الاثنين التانيين اصغر منه. يبقى الرقم ده بنقارن الرقم ده مع الرقم ده. اللي طلع اكبر واحد اللي هو ده طلع اكبر واحد. ماشي. تمام كده؟ وضحت المسألة دي. طبعا هي فيها فكرة لطيفة يعني ان انت الاول بتشوف مين الارقام اللي انت لما تعمل راوندنج ليها يدي الرقم اللي هو عايزه اللي هو 2600 ده
وبعد كده من ضمن الارقام ديت النمبرز دي بتختار ايه؟ بتختار ذا لارجست نمبر، تختار اكبر واحد فيهم. فاحنا جبنا التلات ارقام دول، لما نيجي نعمل راوندنج هيدوا اللي هو عايزه اللي هو 2600. بعد كده مطلوب ايه؟ مطلوب ان انت تجيب ذا لارجست وان، ذا لارجست نمبر. فنقارن ما بين ده وده وده ونختار ايه اكبر واحد. هي يعني فكره تعتبر جديده، فكره جديده وحلوه، فمحتاج ان انت يكون يعني ايه تكون عدت عليك وتكون خدت بالك منها. ماشي يا شباب، واضح كده؟ تمام تمام. رايل بيقول لك challenge your mind، يعني تحدى عقلك. بيقول لك ايه؟ what is the greatest and least numbers that can be rounded to 400,000. في هنا ملاحظة غريبة، هو ما قالكش rounded to the tens ولا 1000 ولا 10,000 ولا 100,000، سابها لك كده، قال لك rounded وسكت. كان المفروض يقول حاجة، يعني كان ممكن يقول حاجة، بس هو كان مضطر يقولها؟ لا، ما كانش مضطر يقولها. هو قال لك أنا عايز التو نمبرز الأكبر والأصغر اللي ممكن لما نيجي نعمل راوندنج ليهم يدينا إيه؟ يدينا ال 400,000. لما نيجي نتأمل في القصة دي بتاعت الأكبر والأصغر نكتشف إن أنت عشان تجيب الأكبر والأصغر لازم تعمل راوندنج لإيه؟ لل 100,000. تعمل راوندنج لإيه؟ مش دوت الرقم ده 400,000 عشان تجيب the greatest one وذا least one. محتاج يبقى الراوندنج لإيه؟ محتاج يبقى الراوندنج ما هوش لل 10 ولا ال 1000 ولا ال 10,000، محتاج يبقى الراوندنج لل 100,000. ماشي؟ انا هوريك تتعمل ازاي، وانت لو عايز بعد كده تجرب حاجه ثانيه جربتها. لو احنا عملنا راوندنج ل 100,000 وجبنا النمبرز او الجريتست الاكبر والسمولست او الليست اللي هو الاصغر. تعال نشوف كده ايه اكبر رقم ممكن لو جيت اعمله راوندنج يديني ال 400,000 ديت. طب تعالوا كده نبص، هو احنا لو عملنا حاجه زي كده 4 9 9 9 9 449 449,999. لو انا عملت راوندنج ليها to the list 100,000 هيديني ايه؟ هنا اللي ما القاعدة اللي احنا قلنا عليها ان هي دي البليس فاليو بتاع ال 100,000، وهشوف الرقم اللي على يمينها هل هو ريتش نمبر، هل هو 5 او اكتر. لا، ما طلعش ريتش نمبر. يعني لو حبيت انا اعمل لها راوندنج هتديني ايه؟ هتديني الرقم ده 400 0 0 0 0 0. يبقى ده اكبر رقم، يبقى الرقم ده هو اكبر رقم ممكن لو اتعمل له راوندنج يديني ال 400,000. طب لو كان الرقم ده زاد 1، لو كانت دي بقت 5 مثلا، خلاص اوتوماتيك لو جيت اعمل راوندنج هيديني 500,000. ماشي؟ فده يعتبر اكبر رقم انا ممكن لما اجي اعمل له راوندنج لل 100,000 او تو ذا نيرست 100,000 يديني الرقم اللي هو عايزه. ماشي يا شباب؟ ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر ذا جريتست. ده جريتست. طب تعال نشوف الرقم اللي هو ممكن يكون اقل رقم. لو انا عملت حاجه زي كده 3 5 0 0 0 0 وجيت اعمل راوندنج للرقم دوت to the least 100,000، اللي هيحصل ايه زي ما قلت؟ ان انا ايه اقف عند ال 100,000 واشوف الرقم اللي عليه منها هل هو ريتش نمبر. لو كان ريتش نمبر هيحصل ايه؟ هيزود 1 على 3، ولما يزود 1 على 3 هتديني ايه؟ هتديني برضو ال 400,000. هتديني ال
100,000. ماشي. فده يعتبر ذا ليست نمبر، او ده اقل نمبر. ده اقل نمبر ممكن ايه، ممكن نجيبه بحيث لو اتعمل له راوندنج يديني ال 400,000. فده ايه، ده ليست 1، ده اقل واحد. ماشي يا شباب. هي مسألة يمكن تكون يعني صعبة شوية، بس هي عايزة حد يفكر كتير عشان يوصل لها. انا قلت كده ان احنا بنعمل راوندنج تو 100 تو 200,000. جرب انت بقى، اعمل انت بقى راوندنج ليها لاي رقم اقل. هتلاقي ان انت هتجيب ارقام بين الرقمين دول، وبالتالي ده يعتبر الرقم الاعلى وده يعتبر الرقم الاقل. لو انت عملت نيرست تو ذا 10,000 او تو ذا 1000 او 100 او اي حاجه، هتلاقي الرقم الجريتست ده انت مش هتوصل له، هتلاقي الرقم اللي انت جايبه اقل من ده. والليست نمبر ده انت هتلاقي الرقم اللي انت جايبه هيبقى اكبر منه، وبالتالي فعليا على ارض الواقع ده يمثل الجريتست نمبر وده يمثل الليست نمبر او السمولست نمبر، اللي هما ممكن لو انت عملتهم راوندنج يدوك ايه، يدوك ال 400,000. تمام كده يا شباب، وضحت الفكره؟ ده يعتبر من التريكات الصعبه جدا جدا اللي ممكن تيجي في الامتحان، انه يقول لك هات الرقم ده لو انت عملت له راوندنج هيديك كذا. ما يقولكش انت هتعمل راوندنج ليه، قال لك لا هتعمل راوندنج لل 100 ولا 1000 ولا حسابك كده سابها عايمه كده. عشان كده بقول لك لما يجي لك نوع من مساله من النوع ده، تشوف الرقم اللي هو مديهولك الرقم ده عباره عن ايه. رقم ال 400 دوت 400,000 ده عباره عن ايه؟ عباره عن 100,000. فانت تعمل تقريب ل 100,000، ولو كان الرقم ده ادولك مليون كنت هتعمل تقريب للمليون، ولو كان ادولك لاي حاجه كنت هتعمل تقريب للحاجه دي. ماشي. فهي التريك هنا، انت لو ما خدتش بالك وانت جوه مش مديني اقرب لفين، لا يبقى انت لازم تاخد بالك ان انت هتقرب للايه. اذا كان الرقم ده بال 100,000 هتقرب ل 100,000، اذا كان الرقم ده بال 10,000، اذا كان الرقم ده بال 100,000 هتقرب ل 100,000، اذا كان الرقم ده ادولك ب 10,000 هتقرب ل 10,000 وهكذا. فانت هتقرب للرقم دوت اللي هو يديهولك. ماشي كده يا شباب؟ تمام. ودي من المسائل الصعبه جدا جدا اللي انا الصراحه واجهتها، ولقيت ان هي فيها فكره حلوه. ويعني لو انت مساله زي كده ما شفتهاش قبل كده صعب انك تحلها لو جات لك في امتحان. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت ايه، يعني مهم قوي ان انت تطلع على نوع زي ده من المسائل، لان النوع ده صعب ان انت تجيبه لو انت يعني شفته اول مره. تمام كده يا شباب؟ تعالوا يا اصدقائي نشوف الاكسرسايز رقم 6 ده، اللي هو الاكسرسايز السادس النهارده. في حالة لو النمبر اللي عندي فيه مجموعة من ناينز ورا بعض، زي مثلا رقم A ده عبارة عن ايه 3,992. الراجل بيقول لي ايه round the following numbers to the nearest 10. بنعمل ايه to the nearest 10. هنفذ القاعدة اللي انا كنت عملتها قبل كده، ان انا اكتب الرقم واشوف البليس فاليو بتاع 10 اللي هي دي، وبعد كده اشوف الرقم اللي على يمينه لو ريتش نمبر يعني 5 اور مور او اكبر من ال 5 بيبقى الرقم 9 الاولاني دوت بيزود واحد. مش احنا قلنا كده؟ يبقى ده يزيد واحد. طب لما 9 تزيد واحد هتبقى 10، هتروح عامله ترحيل على اللي بعدها، هتبقى 10 هتروح عامله على ترحيل على اللي بعدها، هتبقى 3 هتبقى 4. في الاخر الرقم ده هيتحول لايه؟ الرقم ده هيتحول ل 4,000. ماشي. طب تعال نشوف الحالة دي اللي هي 499,992 اللي هو حالة رقم B. لو عملنا نفس القصة 499,999 نفس القصة، هاخد اللي هي البليس فاليو اللي فيها 10 واشوف الرقم اللي جنبها لو ريتش نمبر ريتش نمبر هيديها 1، هيعمل بلس 1 ويفضل يترحل يحصل ترحيل متتالي الى ان يصل الفور دي هتبقى 5، بالتالي توصل في الاخر الى ايه؟ الى 500. ماشي. طب تعال نشوف رقم C اللي هي 5,000 وجنبها 6 تسعات 999,999.
نفس القصة هيحصل برضه ترحيل متتالي زي ما حصل المرات اللي فاتت، واكتشف ان هي في الاخر رست عليه ان دي اصبحت 6 مليون. 6 مليون 0 ماشي. طب تعال نشوف الاخيرة دي اللي هي 7 مليار. 7 مليار وجنبها ايه؟ مجموعات كلها لاينز. ماشي. ايه اللي هيحصل فيها؟ 999 كوما 999 كوما 999 نفس اللي حصل قبل كده. واكتشف في الاخر ان هي ايه بعد الترحيل المتتالي اللي هيحصل دوت، ان دي هتبقى 8 مليار، توصل هتبقى ايه 8 مليار 0 كوما 0 كوما 0. فنخلي بالنا الارقام اللي هي تبقى كلها ناينز دي، اول ما بيقول لك اعمل لي راوند تو ذا نيرست 10 او 100 اي حاجه، اوتوماتيك بيحصل ترحيل متتالي لحد ما الرقم اللي هو على الشمال خالص دوت هو ده بيزيد واحد. هنا كانت 3000 3000 بقت هنا 4 بقت اتحولت ل 4000. هنا برضو ال 4 دي اتحولت ل 5 فبقت 500,000. هنا ال 5 دي اتحولت ل 6 فاصبحت 6 مليون. هنا ال 7 دي اتحولت ل 8 فاصبحت 8 مليار. ماشي يا شباب، وضحت كده؟ خلي بالكم من الحاجات دي لان الحته دي يعني ممكن بعض الناس يعني ايه تبقى تركه كده ما ياخدوش بالهم منها. ماشي يا شباب، تمام كده؟ تمام. في نهاية الفيديو بحب أشكر كل أصدقائي اللي كانوا موجودين معانا، أشكرهم على تواجدهم معانا، وأتمنى إن هم يكونوا استفادوا من الإكسرسايز والأفكار اللي موجودة فيها، وأتمنى إنها تكون مفيدة ليهم. وأحب أفكر كل أصدقائي اللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك دلوقتي ويروح يفعل الاشتراك ويدوس على زر الجرس وعلى اللايك علشان يجيلكوا كل الفيديوهات والدروس اللي احنا بننزلها بشكل مستمر. شكرا لكم.